احنا نكرم الثقافة والإبداع. هما فرنساويين يقولوا لا كولتور سي سكي ريست لورسكون لا توت اوبليي. بص احنا عندنا في البيت كلهم بيتكلموا فرنساوي بالطبع، فاعرف انهم بيشتموني على طول لان انا ما بعرفش فرنساوي. يا مرحبا. ميرسي يا فندم. على كل حال انت تعرف تخاطب الشعوب، ربنا وهذا يحفظك. الأصل. ربنا يحفظك. وهو الإنسان إذا كان يطلب المولى إلى موهبة يعطيها له هي ملكة الإقناع، وإحنا ناقصين بالإقناع. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. تفضل. ما نهلكوش قسمة جديدة. هي بتزوقني ليه كده؟ ميرسي يا فندم. شرف كبير ان انا اكرم في المغرب. شعب المغرب شعب جميل وشعب ذواق وبيحب عادل امام، بيحب الفن عموما يعني. انا جيت اول مره كنت بعرض الزعيم، والحقيقه كان تحت اشراف الله يرحمه جلاله الملك الحسن، وكانت لصالح صندوق دعم القدس. ما عندكش فكره الاستقبال كان ازاي، لدرجه ان انا بكيت من حراره الاستقبال. في حفل تكريم الفنان العربي عادل امام. ايه الفنيه؟ انا اول مره البس انا ما كنتش عارف ان هذه مش حلوه بس هي حلوه ومهتمه ايضا بالثقافه والفن. بلد بلا ثقافه هي بلد بلا ضمير بلا تاريخ. احتفالنا النهارده في مدينه صفاقس عاصمه الثقافه ده شيء جميل جدا وعظيم جدا. انا سعيد ان انا موجود في وسط هذه الكوكبه من الفنانين الكبار. عادل عزيز وانا بدعوك ان شاء الله ان ممكن تكون عاصمه للثقافه السنه الجايه. الاقصر ايوه أشكر الاحتفال وأشكر الناس اللي تكلموا عن الفن المسلم. الأستاذ عادل إمام، وعادل إمام الحقيقة حاجة يعني تجربة مصرية عظيمة جدا. أنا بسميه رجل الأرقام القياسية. صحيح. بمعنى احنا السنة دي بنحتفل ب 60 سنة فن عادل إمام. رحلة عادل إمام بدأت سنة 63 في مسرحية أنا وهو وهي. مظبوط. مع الفنان الكبير فاضل المهندس، الدور اللي كلنا فاكرينه الأستاذ سوي. دور بسيط قوي يعني. ده طبعا احنا دلوقتي من 63 للسنة دي في 60 سنة دي. أنا أشك إن في فنان مصري أو عربي أو عالمي صحيح امتدت رحلته مستمرة ومنتظمة بهذه الألق والنجومية زي الأستاذ عادل إمام الحقيقة. صحيح. الأستاذ عادل يعني بدايته مع نجومية السينما كان فيلم رجب فوق صفيح ساخن، اللي بالمناسبة كان زي الأيام دي 18 يناير 79. تمام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 44 سنة على قمة السينما المصرية. صحيح. فأنا دي أرقام الحقيقة، يعني أنت ما تقوليها لحد في العالم صح. مين اللي يقعد نجم الشباك 44 سنة اللي رحلته مع الفن امتدت إلى 60 سنة مستمرة ومنتظمة وبهذا الألق، ورحلة متنوعة. أنت بتتكلم على سينما، صحيح. مسرح، تلفزيون، رحلة متنوعة جدا يعني.